السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كذا حد كان بيسألني عن شكل المنطقة في مساكن دهشور أو حدائق أكتوبر. يعني هي مساكن دهشور دي جزء من حدائق أكتوبر. كذا حد كان بيسأل وعايز يشوف المكان وخايف يكون المكان لسه يعني صحراء ومش متعمر ومفهوش خدمات ومفهوش أي حاجة أو لسه مفهوش سكان. فأنا حبيت أعمل الفيديو ده لأن الفيديو ده باين أصلا فيه الحاجات والشوارع عاملة ازاي والموجود كل حاجة، المساجد وفي نوادي وفي كذا حاجة مصوراها، في مولات، باين كمان الناس والعربيات والمواصلات. المكان حيوي جدا. طبعا لسه ما وصلش درجة الازدحام اللي هو الرخم الممل، لكن المكان حيوي وفي ناس كتير وبقى في دلوقتي كل الخدمات، كل حاجة موجودة. لان كذا حد كنت بعلن عن شقق فيها، فكذا حد كان بيسألني وعايز يشوفها وعايز يشوف المكان على الطبيعة، او في ناس ما تقدرش ان هي تروح تتفرج، فقلت اصور لكم المكان عشان اكنكم رحتوا وشفتوا بنفسكم. دي شكل العماير، كل العماير وكل كل الشقق اصلا نفس النظام ونفس نفس المساحة. دي شكل العماير. انا ده كمان ده النادي قلت برضو اصوره كده علشان اللي مراحش او المشوار بعيد عنه ونفسه يشوف برضو المكان ويعرف، عشان لو حد قرر ينقل او يعزل يعني او حتى لسه هيتجوز في المكان. مكان على الطبيعة، العماير كلها زي كده، في بينها وبين بعض مسافة شوية. المكان حلو بصراحة، وكل حاجة بقى لسه جديدة، يعني كل حاجة لسه متظبطة جديد، فلسه نظيفة. المكان مهتمين بيه جدا، فيه طبعا مولات كتير. انا حاولت اصور لكم اكتر حاجات اقدر اصورها، ما اقدرش طبعا الف المكان كله المنطقة كلها، بس يعني على قد ما قدرت صورت اكتر اماكن حيوية. مثلا برضو في مسجد، وطبعا في مش عارفة في كام مسجد، حوالي 2 ولا 3، لان كل الناس فعلا بتقلق وبتفتكر ان مكان جديد واسعار قليلة وكده، لا يبقى لسه مفهوش حاجة. اهو ده برضو النادي. لا المكان، وفي ملاهي برضو انا مصوراها، ملاهي اطفال، مصورة اولها كده. عموما الاماكن اللي زي دي زيها زي اكتوبر مثلا، زي العبور، كل الاماكن دي بتبقى جديده اول 3 4 سنين، وبعدين بتلاقيها في ظرف ما فيش اصلا، بتلاقيها اتعمرت بسرعه وتلاقيها، لان كله دلوقتي بدا يلجأ للاماكن اللي هي رايقه شويه، لان يعني خلاص وسط البلد والقاهره بقت زحمه جدا، فكله بقى يلجأ للاماكن اللي زي كده. فهو الميزه ان المكان عشان اسكان اجتماعي، فهو مكان حلو ونضيف وراقي وهادي كده، وبرضه في نفس الوقت اسعاره كويسه. يعني في جنب تاني كله كومباوندات كلها، يعني لو حد عايز حاجات اعلى شويه، بس دي شقق اللي هي في المتناول العادي، لو اي حد، لو اي عريس عايز لسه يتجوز عايز يبدأ حياته، فدي الحاجات اللي هي في المتناول البسيط، اللي اغلب الناس تقدر عليها. في حاجات الناحيه التانية في نفس المنطقه برضو، لو عايز حاجه. ده بقى المول بيبقى فيه كل المحلات من جوه، في كذا واحد، في يعني بتبقى مولات كبيرة، في أصغر شوية، في كل حاجة ممكن تحتاجها من جوه. في المنطقة التانية، يعني في منطقة تانية قصادها على طول، عاملين فيها نظام محلات عادي تحت العماير. هنا في المنطقة هنا في مساكن دهشور عاملين نظام مولات زي كده، وقدامها كافتيريا وقاعدة لا المكان حلو ومريح جدا، ونفس المكان ده جنبه الملاهي بقى دي. يعني حتى لو دخلتي الاطفال يلعبوا وانتي قاعده بره مثلا، ولو كبار شويه يعني وانتي قاعده بره، المكان حلو قوي. وده كده اللي هو ما بين العماير وبعض، شويه زرع وشويه مساحه كده فاضيه ما بين كل عماره والتانية. فهو المكان ممتع للاطفال. يعني انا عمر بيجي هنا بيهيس، عايز يلعب بقى مش عايز يطلع، فبيلعب وانتي مطمنة حتى لو بص عليه من البلكونة او شايفاه، لان الدنيا فاضية شوية. ودي برضو كلها يعني في مساحات خضرة كتير، في جناين كتير الاطفال بتلعب فيها. فقلت اصور لكم الفيديو والمكان بقى تشوفوه، عشان اللي عايز يجي متردد وخايف من منطقة او مكسل ان هو يروح يتفرج او مكان بعيد عليه، ممكن فيديو زي ده يفيده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.